الرحله تاع اليوم وين راح تكون ابيض. النداء الأخير للسادة المسافرين: طائرتكم على وشك الإقلاع. هذه اول رحله في سنه 2025. اليوم رانا لو 1 جونفي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له بمقرنين. وصلنا اسطنبول. هذا وين راهي 4 غير 10 ديك الساعه. درنا واحد الجواه شحال 3 سوايع في الطريق هكا، دوك ندخلوا نقاشيو باسبور من بعد ساعه. هادو عربات ليك واحد مريض ولا يكره ما يقدرش يمشي منه في المطار هذا في هذه الخدمه، زعما واحد اونديكابي ولا يكري بلايص هنا ويوصلوا. كيما هادي تاع الباكاج باينه، هادي تاع السلعه. تشوفها هو مليح. او اللي كانيش عنده باسبور وهو يفواياجي وكاع. هاوليك انا الويفي غير هكا تيكي باسبور طلع بالضبط. هنايا هاي انا دينا الويفي تاعنا. فوالا هبطنا الباكاج دوك انا رايحين نهبطو نركبو في الكار هافايز. شوفوا البلاصه اللي انا رايحين ليها. نورمالمون كاين طابلو هدايا دوك نشوفوا بايس كاع يكتب لك السومه بالليره التركيه والسومه بالاورو ولا الدولار. كيما بايزيد 198 اورو. فوالا بايزيد بالاورو 7 اورو بالدولار 8. خلينا نبداو الرحله تاعنا هنا من شارع تقسيم، من اشهر الشوارع هنا في اسطنبول، شارع حيوي بامتياز. اللي فيه محلات مقاهي لي صالون لي زوتيل كلها. هذه عربة الترامواي القديمة تاع اسطنبول، عاودوا رجعوها في 1980 اللي ولات كي شغل معلم سياحي هنا في تركيا. تطلع نورمالمون يهبط لتحت عاد يولي في عربة وحدة برك. الشهير هنا في اسطنبول هو هذا المحل اللي مورانا حفيظ مصطفى 1864 في صناعة الحلويات وسيرته البقلاوة يدوها عليه بزاف منا. احسب 1864 راهي واحد القرن و50 سنة. انا اسطنبول دبي لندن، تما فاتح هنا في اسطنبول وباينه في دبي عنده حوانت في لندن. اكتيماجيني هذا في رمضان كيفاش با. كيفاش تجي اسطنبول باينه وما تسيش الخبز هذا يوروه بزاف في لي ريزو سوسيو. دوك ندوقوا حبه ونشوفوا كيفاش العقليه. طول هو خبز وفيه الجلجلان برك داير اسم عدمه لا نورمال عنده الكود نورمال كاع شويه فيه البنه تاع البتيبا هذا ما كان.
اليوم نحن في منطقه لالي المعروفه بتجاره الجمله، من بايزيد غير هنا ثاني اكساراي. هذه المنطقه كلها معروفه باسواق الجمله، خاصه اليوم رانا الجمعه اللي هو يوم عطله، واكثر الاسواق اللي زعما يكون فيها الغاشي بزاف هي اليوم بالجمعه، وكاين البارح الخميس ثاني. لهذا رانا نشوفوا الاسواق راهي مكتظه اليوم. والرحله حنا تاعنا ماناش قاصدين هذه البلاصه، بينا جايزينها طريق باش نروحوا للمكتب صرف العمله اللي هم ورايا، يعني يافيشي لك برا سعر الاورو وسعر الدولار، السعر اللي تشري عليه والسعر اللي يبيع لك به، وما يغلقش بكري. كيما البارح جوه الزود تاع الصباح كان فاتح، بالك اش 24 يبقى مفتوح، وهذه حاجه مليحه. يعني اي واحد سائح ولا براني ولا تساعدو يتزير يخرج يصرف شحال يسحق، عاد يولي بلا ما لازم يخرج كلش ولا. تمشي في اسطنبول تشم في ريحه الجبار، باسكو كل 20 متر تلقى طابله كيما هذه يبيعوا فيها الجبار وكذا، وكاين بزاف. ودير يا ربي واحد زود دولار. هذا لحقنا دوك برج غلاطه، هو من اشهر المعالم السياحيه هنايا في اسطنبول. كيف تعاد اللي جات بين اللي جات غلصوا معاه واحد 70 متر 69 متر قريب 70 متر. باش بني هكا كان بني بالحطب، ومع الوقت بناوه بالحجره كيما راهو يبان. يقولوا في وقت سلطان قاسم باشا اول محاوله طيران دارها الانسان من هذا البرج، كان سلطان بس زعما يطيح في القسم الاسيوي وما نجحش. ثاني الا طلع راجل ومراه هنايا خلاص غير قول تزوجوا، بصح الا طلع واحد ما طلعش قال لك السحور تاع الزواج هذاك ماشي حيمشي. هذه مسجد آيا صوفيا اللي عندي ثمانه وانا نحوس عليها، وهي راهي غير مقابله جامع سلطان احمد. الحديقه اللي راني فيها اللي بين جامع سلطان احمد ومسجد آيا صوفيا، تتوسطوا من هذه الحديقه الجميله اللي رانا نشوفوا فيها. المسجد هذا اليوم ورانا مسجد سلطان احمد 6 صومعات، ويعتبر من اضخم المساجد في العالم الاسلامي، المعروف بالجامع الازرق بسبب القبات هذوك اللي من الفوق اللون تاعهم ازرق، من ثم ولاو يعطوا الجامع الازرق. تبنى سنه 1603 في عهد السلطان احمد، ولهذا ادى التسميه تاعو بعدها. ومن اشهر ايضا المعالم السياحيه في اسطنبول هو جامع آيا صوفيا اللي كان كنيسه بيزنطيه قديمه قبل فتح مدينة اسطنبول من طرف السلطان محمد الفاتح، ثم ولات متحف في سنة 1974 في وقت مصطفى اتاتورك، ثم مؤخرا ولات جامع كما كان. هذه هي مسجد آيا صوفيا من اشهر المساجد هنا في اسطنبول. حاجة اللي قادرة تصرى لك هنا في اسطنبول هي تجوز على معلم زعما سياحي ولا بلاصة معروفة، تجوز عليها شحال مقطرة ومش راح تفيق بلي هي. علاش؟ الاسم تاع التراموا ما يسموش باسم زعما موقف آيا صوفيا ولا موقف كذا كيما برج غلاطه ثاني، هو غير قدام تقسيم يا ربي مشي تاع 7 دقائق هكا. بصح لو كان تبدا تحوس وتكون كاري شويه بعيد المابس يبعثهم جهه اخرى، لازم هذه ديروها في حسابكم. شوف كاين بزاف بلايص متلاصقين، عندك مسجد آيا صوفيا
مقابل سلطان احمد. برج غلطه قدام ميدان تقسيم، مشيه تاع 7 دقائق برك، ولا تطلع في هذاك الترامواي القديم التاريخي هذا تركب فيه ترمينيس برج غلطه.